وانا نقول لك خويا السعد لو كان يفتحوا الحدود مش البوليزاريو اللي يروحوا للمغرب، انا نقول لك اكثر من 20 مليون جزائري يهربوا للمغرب. انا خويا السعد انا مانيش نستهزأ بالجزائريين، انا عندي رجال، عندي اصدقاء، عندي اخواني في الجزائر، نعرف الجزائريين بزاف، انا عشت 11 سنه في الجزائر، انا مش نهضر عن فراغ ومش نقول لك باللي كنت قول دير في الجزائر؟ ما كان ما انت دخلك، واش كنت دير ما في كان ما الجزائر؟ دخلك، ارض ربي ارض ربي ونروح وين ما نحب، والجزائر ماهيش نتاع بويك. جيت تاكل الخبز تاع ناكل بوي انا الجزائر، ايه رب العالمين تاع مكتب بوي لي الخبز، الجزائر، رب العالمين تاع مكتب لي بوي رب الجزائر انايا. ما تقاطعنيش، رب العالمين مكتب لي الخبزه نتاعي في الجزائر ونمشي للجزائر رغم عنك ورغم عن التبابين كيما انت. كلها في يعني بلادك، كلها يا في بلادك. اسماعيل، لحظه ياسين اسمع يا اسماعيل يعني وين انت مغربي عايش في الجزائر؟ مغربي عشت في الجزائر لمده 10 سنوات 11 سنه فما اكثر. 10 سنوات. نكارين الخير، هذا ما نكار ننكر الخير. لحظه يا لسعد خويا لسعد خويا خلينا لسعد دقيقه يا اسماعيل، ارجوك آه. خليني شوف، هذه جوهره فوق. جزائري عايشه في المغرب وانت مغربي عايش في الجزائر. خلوني افهم الموضوع. معلش انت على اي اساس؟ انت نفسك قعدت 10 سنين في الجزائر. انا اخي لو كانت أنا لحظه يا اخي، لحظه، لو كانت سيئه ليش عشت انت 10 سنين في الجزائر؟ انا خويا سعيد عشت في الجزائر للمدخول اليومي، انا كنت نجيب في الجزائر 100 يورو 100 اورو بما يقارن 2 ملايين جزائريه. انا نتبع الماده ونتبع الدراهم خويا السعد، يعني انا محتاج دراهم، انا محتاج دراهم في هالدار الدنيا، انا نروح للجزائر عند المصلحه فيها الدراهم، فيها الدراهم، انا نهضر المنطق خليه يتكلم خليه يتكلم. اسمعني ما تقاطعنيش خويا السعد. يا جوهره انت ايش مخليكي في المغرب؟ روحي الجزائر، الرجل بيعمل 100 يورو في اليوم. خويا سعد انا عندي الميتين تاعي، انا صنايعي خويا سعد، مش في اجي وجيب الدراهم في الجزائر، كون ما تكونش دماغ وتكون صنايعي ما تجيبش الدراهم في الجزائر خويا سعد. طيب يعني انت تقر بعظمه لسانك ان الجزائر بلاد خير وانت بتقعد طبعا، واخويا سعد ما ننكرش بانها الجزائر بلاد خير وفيها رجال ما شاء الله. اوكي وقف هنا. فلماذا قلت ما دام انك لا تنكر انها بلاد خير انه لو ترك المجال لذهب ما ادري كم 30 مليون جزائري الى المغرب؟ ليش؟ طبعا مش 40 مليون جزائري عايش في الجزائر، بل 10 مليون جزائري عايش بيان الاخرين حاله لا يرثى له، والمنطق يقول هذا. نتحداك انت تزور الجزائر وتزور المغرب وانت تعرف. طيب انا ما رايك انت الان في المغرب الان؟ انا الان في اسبانيا. في اسبانيا تركت الجزائر وتركت 200 يورو في اليوم، والله انك مجنون. كيف؟ خويا سعد كون نحكي لك امور صراو لي في الجزائر اقسم بالله العلي العظيم انت ما تقبلهمش. شوف خويا سعد نحكي لك جزء بسيط من هذيك ال 11 عام. تخيل كنا حارقين لي سبون، نقلبونا لا مارين تاع الجزائر نتاع بنين صاف، قلبونا قتلوا معنا مرا وختها خرجت كوما. ملي انطقت للجيش وانطقت لهم باللي لا مارين قتلتنا تاكل في التسرفيق لانك مروكي، لانك مروكي تاكل في التسرفيق، علاش تقول الحق؟ طيب انا ساحيل لحظه في واحد الان. هو انا شوف، وانا للامانه انا اريدكم ان تكونوا منصفين. جوهره الجزائريه واسماعيل المغربي. لحظه قروا قبل ان نعطي هذا البرنوسي البزه والزغطوطي ومدري ايش اسمه هذا الجزائري. يا جماعه غيروا اسماءكم، الله يرحم والديكم. شوفوا اسماء كذا تقرا بسهوله. والله ما عرفت قرايه، والله ما عرفت. واش نعاود لك دروس العربيه؟ نسيتوا ساعدوني. العربي هذا زغطوطي وزنوطي زغطوطي ما قدرت اقرا يا صاحبي والله. ما الله قلت لك ندير لك دروس في العربيه، ما في مشكل والله، ما عندي اشكال. نديروا لايف نويك مغلق وندير لك دروس في العربيه. انا ذكرتك، انا قد كنت سجلت يا بس رميت الورقه رميت الورقه. واش رايك شويه سعد؟ لا باس يا صاحبي، قريتها من وراء ما نفعش، قريتها من قدام ما نفع، جيت لها من فوق ما نفعش. معليش راني مستعد والله ندير لك لايف مغلق ونقرر. طيب لحظه، سد المايك. وعلى فكره ما يسمعوك ميكروفونك مغلق، ما يسمعوك اللي تحت. طيب دعوني فقط يا جماعه في 5 دقائق افك هذا الشفره. بين جزائريه
تتم الجزائر وهي عايشة في المغرب، وبين مغربي يمدح الجزائر وهو عايش في الجزائر. كيف يعني؟ أليست الجزائر أولى بجوهرة والمغرب أولى بإسماعيل؟ فهموني هذا هل أنا شفت المغرب للأمانة، أنا طفت المغرب شرقا وغربا. خويا سعد نقاطعك، اسمح لي دقيقه. اسماعيل خليني اطرح طرحي وبعدين بعطيك دقيقتين، ثم الجوهرة دقيقتين، لأن هي جزائرية في المغرب وأنت مغربي عشت في الجزائر. إيه. هذا المعادلة أنا أريد أفكها. ولكن ليس أي مغربي يا أخي أسعد، هذا حرفي. يجب أن هذه هي مربط الفرس، يجب أن تتكلم عن الحرفيين المغاربة. يا أخي ليس حرفي، أنا مغربي أصيل. مغربي أصيل. مغربي أصيل. نفكوا هذه المعادلة أسعد. أنا عندي الفك تاع المعادلة، معليش. لحظة اصبروا. أرجوكم الأخ الزغطوطي ومريم وهذا ياسين وياسر، قروا انتم شوية، بس 5 دقائق، لأنه أنا ما أريد. أنا المغرب شوفوا طفتها شرقا وغربا، يعني الوضع طبيعي، بلد طبيعية فيها فقر، فيها متسولين، فيها بطالة، لكن في حياة، في سيارة جديدة، موديلات جديدة، بلد نموذجي، لا طوابير ولا مجاعة ولا حاجة ولا من اللي بيقولوا لكم شيء. أنا طفتها كلها، ما عاد فيش مدينة ما رحتها، ونفسي أعرف أنا هذا الجزائر. والله نفسي منى عيني واحد كذا يخرج يعملنا لايفات على حسابي في الجزائر، يعملنا لايفات من أي مدينة جزائرية ويفهمنا. لحظة يا إسماعيل سد المايك، لا ما أعطيك المايك وخذه لو سمحت. جوهرة فكي لي هذا الموضوع. شكرا. يا أسعد، الأخ اللي كان يهضر دوكا وقال لك راني في الجزائر ونقبض هكا وهكا، هذا الأخ حرفي مغربي، مما يعني أنه قد يكون من صناع الزليج المغربي، من صناع القفطان المغربي، وراه في الجزائر يعرف بالصنعة اليدوية ولا الصنعة الحرفية المغربية الأصيلة، واللي هي نادرة عندنا في الجزائر. حرفيين يدخلوا مغاربة باه يعلموها للجزائريين، دونك لازم يخلصوه مليح ولازم يقبض مليح، وعادي انه يقعد في الجزائر نورمال يخلص مليح، باسكو راه يعلمهم الحرفه، الصنعه، الحرف هذا اليدويه اللي منه الزليج، القبص، القفطان المغربي. راك فاهم اخي اسعد؟ ايش؟ لا مو فاهم. انت ايش دراكي ما هي حرفته؟ قال انا حرفي، ايش دراش؟ هل هو زليج ولا قفطان؟ قد يكون ميكانيكي، نعرف انا بلادي ونعرف السميد هذا الصنعه اللي داخل. يعني كل من يشتغلوا في القفطانات والزليج الجزائري كلهم غاربه. يا أسعد يا أخي، الحرفيين الصناع التقليديين اللي في الجزائر الكبار اللي يعلموا الحرفة هما مغاربة ماشي جزائريين. المغاربة اللي راهم يخدموا تما ويخلصوا مليح باي يقعدوا يعلموا